ممكن تعملي منها جل ومنها سيروم طبيعي يفرد لك شعرك، يفرد لك شعرك بمعنى كلمه الفرد. ازيكم؟ كلنا محتاجين شعرنا المفروض، خاصه البنات العرايس او اللي شعرها مجعد بزياده ودايما هايش مش بتعرف تلمه بسرعه، ودايما بيسبب لها احراج قدام اي حد حتى لو اهلها. بلاقي ناس كتيره وبلاقي بنات كتيره قوي دايما بتلبس الحجاب او البنيات في البيوت كمان وسط اهلها، عشان هي مش عايزه حد يشوف شعرها بالشكل ده. فانا اتكلمت قبل كده عن نوعين فرد، سوفت اند بيوتيفول واويل اوليف او اوليف اويل. اتكلمت عنهم هما الاتنين وقلت لكم تجربتي معاهم. في ناس كتيره جدا قالت كويس، وفي ناس تانية قالت لا وقع لي شعري وعمل لي مشاكل. طيب انا النهارده جايبه لكم منتج او حاجه اوكي هتفرد لكم شعركم من غير ولا كيماوي ولا كيمياء ولا فرد كيميائي ولا اي حاجه خالص. هتفرد لكم شعركم وتحسن لكم منه ومن شكله، ومش مضره ومفيده جدا جدا للشعر. فلو انت عايز تعرفي ايه اللي انا هتكلم عنه النهارده تابعي معايا الفيديو لحد الاخر، ويلا لايك على السريع علشان نبتدي. طبعا انا هتكلم عن بذور الكتان اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. بذور الكتان من افضل الحاجات اللي ممكن تستخدميها على شعرك. ممكن تعملي منها جل ومنها سيروم طبيعي يفرد لك شعرك، يفرد لك شعرك بمعنى كلمه الفرد، يطري لك شعرك ويرطب لك شعرك ويطول لك شعرك ويفيد كمان الشعر المتقصف. فهو من فوائده لا ليه فوائد كتيره جدا. فالتركه اللي انا هقولها جديده او ممكن تبقى معظم الناس عارف الموضوع ده، بس التركه اللي انا هتكلم عنها جديد واللي هقولها جديد هي ان انت هتستخدميه بطريقتين، طريقه داخليه وطريقه خارجيه. يعني ايه؟ يعني هناخد منه معلقه كل يوم مع كوبايه ميه نشربها، وهنستخدمه خارجيا. داخليا طبعا هو مليان بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، مليان بفيتامينات كتيره جدا حلوه جدا جدا جدا. وهحاول اكتب لكم هنا الفيتامينات اللي موجوده جوه بذور الكتان قد ايه هو حاجه عظيمه جدا. ولو انت اكتشفتيه انت وغيرك 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 صدقوني استحاله تستخدموا اي منتج تاني يفرد الشعر زي الجلات واوليف زينك وسوفت اند بيوتيفول وحاجات تانية كتير لفرد الشعر. هتوقفيها كلها وتحطيها على جنب وهتجيبي ده بس تستخدميه، لانه بجد من كتر فوائده هو بجد حاجه جميله جدا. بيدي للشعر رونق ولمعه، وكمان بيثبت الشعر، يعني بيعتبر مثبت للشعر على فكره. يعني انت لو بتحبي تعملي تسريحه بعد ما تعملي المكوى والسشوار بتاعك، فانت ممكن تحطي منه حبه برشه كام رشه كده وتسرحي، صدقيني بيثبت الشعر. لو انت عندك ولد صغير ابنك وعايزه تسرحي له شعره من غير ما تحطي له جل، ممكن تحطي له جل بذور الكتان وفعلا هيثبت له شعره وهيخلي شعره شكله حلو طول الوقت، وكمان مغذي مش هيضر شعره ابدا. طيب نقدر ازاي نستخدمه كمان على شعر؟ ان انا قلت الطريقه الداخليه ان هناخد معلقه منه يوميا مع كوبايه ميه. طيب نقدر ازاي بقى نستخدمه خارجيا؟ اول حاجه انت هتجيبي بذور الكتان مع كوبايه ميه، يعني هتغلي ميه وهتجيبي معلقتين بذور كتان وتحطيها في مج او في كوبايه زي ما انت حابه، وهتصبي عليه ميه مغليه. انا بفضل الطريقه دي. في طريقه تانية ان انت تغليه اصلا ذات نفسه، بس بحس ان الزيوت العطريه او الحاجه المفيده اللي فيه بتطير. فهتصبي عليه الميه المغليه وتقفلي على طول عليه باي غطا اي طبق اي حاجه، وبعدين تستني عليه 24 ساعه. بعدين تاخديه في منديل بقى، يعني قماشه كده مثلا زي اشربي الفيليه لحد الشراب فيليه نضيف، واستخدمي دايما الموضوع ده، وحطي فيه بذور الكتان وابدأي بقى ان انت اعصري فيه. العصر فيه غير ان انت تصفيه بالمصفى، خلي بالك من النقطه دي كويس قوي. ان انت تصفيه بالمصفى هينزل لك السيروم، لكن عايزه الجل وده المفيد وده اللي احنا عايزينه اصلا، هتبداي تحطيه في الكيس وتبداي تصفيه جامد جدا 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 لحد ما تنزلي منه كل الجل اللي موجود فيه. وبعدين تبداي تحطيه بقى يا اما في بخاخ يا اما في برطمان يا اما في علبه، اي حاجه تكون نضيفه ومعقمه بالكحول. ده شرط اساسي لازم تكون معقمه، احنا حاجه نحطها على شعرنا. طيب استخدمه ازاي بقى بعد ما اعمل كل ده؟ طبعا بيحفظ في التلاجة، لازم تحفظيه في التلاجة وما تكترش عن اسبوع يكون في التلاجة. فعشان كده بقول لكم اعملوا كوبايه بحيث انها تخلص بسرعه وما تهدرش معاكم كميه كبيره. طبعا بذور الكتان دي متوفره عند اي عطار موجود على وجه الارض عادي جدا، بتروحي تقولي له عايزه بذور الكتان بيديكي على طول، فجيبي الكميه اللي انت عاوزاها. طيب هنعمل ايه تاني بقى وهنستخدمه ازاي؟ بعد الشاور، بعد ما ناخد الشاور بتاعنا وحمام كريم بقى وشامبو كل الكلام الجميل ده،
هتطلعي تكوني مطلعاه من التلاجة قبل ما تخشي تاخدي شاور عشان يكون خد درجه حراره البيت او درجه حراره الغرفه، وهتجيبيه تبداي تحطيه بقى على شعرك، يعني تعمليه كده على شعرك وتملسي كويس قوي قوي قوي، وبعدين تسرحيه على طول وهو لسه مبلول على شعرك، عشان طبعا لما هينشف هتحسي ان شعرك ثبت، فاهمين؟ هتبداي تسرحي هتلاقي في نعومه في التسريح وسلاسه جدا 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 في التسريح، هتلاقي شعرك اتفرد معاكي، هتلاقي مفيش هيشان، هتلاقي شعرك اتفك بسرعه لو في تشبكات، هتلاقي فيه حاجات عظيمه، حاجات احنا بنبقى بنتمناها موجوده في اي منتج بنشتريه من بره، فانت الحاجه دي هتعمليها في البيت بنفسك وهتقدري تستخدميها بنفسك، فما ايه الجمال ده؟ هو في اكتر من كده حلاوه؟ فحاولوا تعملوا الموضوع ده بجد يا بنات، والله بجد بيفرد الشعر، مش بيعمل اي اضرار. ولو عايزه تحطيه على فروه راسك، من فروه راسك لحد شعر مثلا تعملي زي ماسك قبل ما تخشي تاخدي شاور، برضو حاجه كويسه جدا وطريقه حلوه قوي قوي، فحاولي برضو تعمليه، هيفيدك كتير وهيخليكي كده عندك انرجي كده والدنيا حلوه. احنا كبنات بنبقى شايفين ان طالما شعرنا شكله حلو احنا بنبقى عندنا طاقه حلوه ومبسوطين وبنحب الحياه، لكن لما شعرنا بيعكنن علينا بيخلينا بيضايقنا جدا، تشابك بقى وتمويجه وحاجات كتير وهيشان وكده، فلا انا اضمن لك ان هو هيرطب لك شعرك وهيظبط لك شعرك جدا 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 جدا. ولكن انت لو شعرك لسه في البدايه انصحك تعملي حمام بالجل، ان انت تبلي شعرك بله بسيطه، وان انت تحطيه من فروه راسك لحد الاطراف، وتلبسي بونيه، وتجيبي السشوار تعملي كده عليه شويه بحيث ان هو يتفاعل في شعرك، وبعدين اغسلي شعرك وهتلاقي جمال وحلاوه مش طبيعيه. ارجوكم جربوا الوصفه دي واكتبوا لي تحت في التعليقات ان لما تجربوها قولوا لي عملت معاكم ايه والفرق اللي انتوا لاحظتوه ايه. انا محتاجه جدا اشوف تعليقاتكم واشوف الناس اللي هتستفاد منه عشان غيرها يتشجع كده ويعمل. فدي كانت ده كان فيديو اليوم، وكان فيديو عن ازاي نفرد شعرنا من غير اي ماده كيميائيه او اي ماده تضر الشعر، و بس ده اللي كنت هتكلم فيه معاكم النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، ويكون كده بدايه انطلاقه حلوه في الفيديوهات اللي انا عايزه اعملها، بدايل كتير للشعر ان شاء الله، في بدايل كتير هتكلم عنها تاني لفرد الشعر وكسر التمويج اللي فيه، وكمان الهيشان اللي دايما احنا بنتعرض له، وخاصه في فصل الصيف. بس كده، فحطوا لي لايك لو الفيديو عجبكم، لو بتشوفوني على الفيسبوك فحطوا لايك للصفحه كمان وحطوا لايك للفيديو، لو بتشوفوني على اليوتيوب حطوا لي سبسكرايب وحطوا لي لايك للفيديو. وبس كده، مستنياكم تعليقاتكم، وكل الناس اللي هتجرب صدقوني هتلاقوا سحر. تابعوني على الانستجرام، هتلاقوا الانستجرام بتاعي تحت، تابعوني عليه وابعتوا لي كل النتائج اللي انتوا عايزين، او اي سؤال انتوا عايزين تسالوه كمان ابعتوا لي عليه. بس كده، اشوفكم على خير، مع السلامه.